كاع الناس عارفين اللي ماشي كلشي سيبغي يقرا القصص تاع الرعب، الغموض والتفكير في الغيبيات. كاين الناس اللي عزيز عليهم هاد العالم المشوق اللي كله غموض وتشويق ورعب، عالم الجن والشياطين. تتلقاهم دائما تيقلبوا في المواقع اللي عندها علاقة بالعالم الآخر، عالم الجن والسحر، باش يرضيو فضول التفكير في الأمر الغامض. تداروها هواية، كبروا الموضوع شوية وقرروا يدخلوا لهذا العالم وجربوه عن قرب بحال اللي درت انا تماما. كنت دائما تنقول بلي الرعب والبحث في كتب السحر والتعمق في الموضوع غير تسلية، او ممكن يكون غير ترفيه للنفس لا اكثر. انا تنقول هذا الكلام لاني دخلت لهذه التجربة بدون قصد. والله ما كانت نيتي وقع هذا الشي كامل اللي كان غادي ينهي الحياة ديالي. واللي كيخاف ما فايتش ليه يقرا شي حاجة على الرعب بلا ما يقرا قصتي. انا اسمي عبد الرحيم وعندي 24 سنة. كنت عايش حياة عادية الحمد لله، واخا كانت شي مشاكل لكن ديما ما تنخليهاش تأثر على النفسية ديالي، لان من غير الرعب دائما تنقرا القصص تاع الناس اللي عندهم مشاكل اكثر واكبر تنسي ديالي وتسبق قيمة المشاكل قدامهم. المهم قصتي بدات فاش كنت تندير واحد البحث على كائنات الظلام، حيت بصراحة كل شي تيخاف من هاد المخلوقات اللي تتعيش في الظلام. بقيت تنقلب من موقع لموقع ومن صفحة لأخرى، ما لقيتش شي حاجة اللي غادي تقنع الفضول اللي كان فيا. مشيت لشي كتب حتى هما، ولكن تلقى نفس الكلام ونفس القصص، واخا كانت أحداث واقعية بلسان باحثين وعلماء في هذا العالم، وحتى شهادات أطباء نفسيين اللي عاينوا حالات ناس دازوا من هاد التجارب. صافي عييت من داك الشيء وفقدت الأمل بلي راه ممكن نلقى شي حاجة في اللي غادي ترضي الفضول ديالي. ما علينا، قلت ننزل نتمشى شوية ونبدل الجو ونشم شوية د الهوا. كان الليل والظلام في الزناقي بحال الا كان الضو مقطوع. بقيت تنتخيل صور تاع الجن وتحضير الشياطين اللي كنت نشوف في الانترنت اللي تتخلع الناس. بقيت نتمشى وتفكيري سارح معاهم. ما نقولش ما كنتش مخلوع، لكن بحكم انا ديما تنشوف هاد الصور كانت الخلعة ناقصة شوية. سمعت الصوت ديال التليفون كيصوني وانا نجاوب الو. هو يرد عليا الو عبد الرحيم، انا هيثم، لاباس عليك؟ فينك صاحبي؟ قبيله وانا تنصوني عليك في الفيكس. وانا نرد عليه انا لاباس الحمد لله، انا خارج من الدار. فين كاين انت دابا؟ هو يجاوبني انا قريب من الجردة فين تنقسو ديما، اللي حدا الروضة المنسية. انا نقول ليه حتى انا قريب من تما، 5 دقايق ونكون عندك. المهم تلاقيت مع هيثم وبقينا تنهضروا هضرة تجبد هضرة، حتى هو عزيز عليه بحال هاد المواضيع حيت هو اصلا صحافي وتيركز على هاد المواضيع اللي كتثير الجدل بين الناس. وقلت هذه هي الفرصة، وعاودت ليه كل شي بالتفصيل الممل، وطلبت منه يعاونني ويشوف لي شي قصة تكون مرعبة من الذوق ديالو لكن تكون واقعية وحقيقية. قال لي صافي، انا غادي نشوف ليك شي وحدة تكون زوينة ومن النوع اللي تيعجبك. وهنا وصلت واحد الوقت في الليل تفارقنا، ورجعت انا للدار وقريت واحد القصة تاع السحر الاسود اللي ما حركات فيا والو الصراحة. كان هاد الشي ولا عندي عادي. النهار الثاني اتصل بيا هيثم قال لي انا راه لقيت لك واحد القصة وهي حقيقية ومن نوع خاص، ماشي شي فيديو ولا قصة مكتوبة بحال اللي فايت تتقرا. هذا واحد الولد تنعرفه وتيقولوا بلي وقعت ليه شي حاجة غريبة في هاد الايام التوالى. ما بقاش تيخرج من الدار
ولا غير سد عليه في بيته وحتى واحد ما تيشوف. اش بان ليك نمشيو عنده؟ انا وافقت الصراحه بلا تردد، ودرنا الميعاد والوقت فاش غادي نتلاقاو ونمشيو نشوفوه. كان موعدنا اخر الاسبوع، والنهار اللي تيكون كلشي جالس، الاحد. المهم مشيت لحدا السكنه تاعهم، لقيتو تيتسنى فيا وهاز واحد الورقه في يديه. سلمنا وهو تيشوف في ديك الورقه. سولتو ساعاش؟ قال لي هذا هو العنوان تاع السيد اللي غادي نمشيو عنده، وبدات عليه اعراض الخوف والتوتر. وهو يفاجئني، قال لي يا خويا عبد الرحيم ما نمشيوش لهاد البلاصه. انا تفاجأت. علاش؟ وهو كان متحمس ملي اقترحت عليه هاد الفكره تاع هاد الشخص اللي غادي نمشيو عنده، وانا نشد من عنده الورقه باش نقرا العنوان مناش تخلع. وفعلا كان العنوان مرعب، واحد المنطقه سميتها ساحل برارك الموت. هاد المنطقه اللي كانت معروفه من قديم عباره عن برارك عشوائيه وقديمه، كانت في الجوايه ديال المدينه، واللي مكيلقاش فين يسكن كيدير فيها براكه وتيستقر تما. كانت بعيده علينا شويه، لكن في هاد الاواخر الناس كانوا كيسمعوا ديما الصداع جاي من جهتها. ماشي صداع عادي، كان بحال غوات تاع ناس تيتألموا بشي حاجه كتأذيهم وكتعذبهم. في الاول كانوا كيقولوا واش شي مضاربه عاديه بحال اللي تنشوفوا بين الشباب وداك الشي تاع التشرميل، لكن داك الصوت ما كانش كيوقف، ديما كيسمعوه حتى ولا كلشي تيهضر عليه، وما قد حتى واحد يقرب من ديك البلاصه ويعرف اش واقع تما. وهي تتخلع غير من الشوفه، وزاد كمل عليها داك الصوت. المهم تجمعوا شي وحدين وخبروا الشرطه، وفعلا ملي سمعوا البوليس بالامر ديال الغوات جاو شي وحدين ومشاو يشوفوا اش واقع وحلوا المشكل. لكن عاد ما زاد كثر الصداع والغوات تما، ولاو الناس تيسمعوا حتى الغوات تاع الشرطه. كبر الموضوع، مشاو خبروا الاعضاء الاخرين اللي في الكوميساريه باش يجيبوا الدعم. هادو اللي كانوا جاو وزادوا الاخرين وطوقوا المكان ومنعوا اي واحد يدخل ولا يقرب من هذا المكان حتى يعرفوا اش واقع تما وشنو اللي غادي يوقع من بعد. واللي كانوا عارفين هاد الناس هو باللي دوك البوليس اللي جاو في الاول كلهم ماتوا من غير واحد اللي خرج من دوك البرارك وسيغوص به السيرية وباغي يجري وتالف، ما عارف فين يمشي ولا فين يجي. قالوا واش شي واحد اللي هجم عليه، لكن من اللي قربوا منه لقاو عينيه بجوج محيدين من بلايصهم بواحد الطريقه مقزعه، علي لا محيدهم ليه شي واحد بيدو، وجهو كامل عامر دم وتيغوت. عيطوا للاسعاف وجاو هزو فيها، وفي الطريق بدا كيقول شي كلام ما مفهومش وتيغوت. الجنون كلاو ليا عينيا. واحد شويه خدا واحد الحديده اللي كانت في الاسعاف، حديده عاديه وما عرفوش كيفاش ذبح بها العنق تاعو، قتل راسو بيديه. ملي سمعوا الناس هاد الامر ما بقى حتى واحد يقرب من المنطقه، واي واحد زعمو دخل تما سيسمعوا غير غواتو ما سيبقاوش يشوفوه مازال. جمعوا الناس واتفقوا باللي غادي يشعلوا العافيه في ديك المنطقه باش اللي فيها يخرج، وتوضح لهم الامر شويه. بالفعل شعلوا العافيه في المكان، لكن ما خرج حتى شي واحد من تما، وما بقاوش كيسمعوا الاصوات ديال الغوات اللي كانوا تما، وهما عارفين باللي ما خرج من تما حتى شي واحد من غير البوليس اللي كانوا عينيه محيدين من بلايصهم وانتحر قبل ما يعرفوا منه والو على هاد المنطقه الغريبه. ملي طفات العافيه وتحبس الصوت زعموا شي وحدين وطلعوا على المكان من بعيد، وتفاجئوا ما بان والو، لا جثث ولا اي حاجه. مكان خاوي ومهجور ما فيه حتى واحد، ورجعوا في حالهم خايفين لا يوقع عليهم بحال ما جرى للناس الاخرين اللي دخلوا لها قبل منهم، واخا ما عارفينش اش وقع عليهم.
من داك الوقت سمات المنطقة باسم ساحل برارك الموت، وكل شي تحول من حداها. بقات معزولة حيت اللي كيدخل ليها ما كيخرجش حي ولا حتى ميت، ما تيبقاوش يشوفوه. وكل شي لا كبير ولا صغير ولا عارف انه ممنوع الدخول لهاد المنطقة. وحنا هذا هو اول واحد تنسمعوا به ساكن في هاد البلاصة اللي عندنا العنوان ديالو، كنا بغينا نمشيو نشوفوه. اول مرة قريت العنوان كنت بغيت نقول لهيثم بلاش ما نمشيوش لعندو، هادشي فيه الموت، نقلبوا على شي حاجة تانية. انا باقي بغيت نعيش، لكن الفضول ديالي ما خلانيش، اثر على التفكير ديالي. بقيت تنقول مع راسي وانا دابا راه بديت خصني نكمل، وهذا هو علاش كنت تنقلب من الاول. سولت هيثم واش غادي تمشي معايا هيثم ولا غادي نمشي بوحدي. قال لي هيثم، قال لي غادي نمشي معاك، ما يمكنش نخليك بوحدك. صافي تاكدنا بلي حنا خصنا نمشيو لهاد المكان وشدينا الطريق، واخا كانت طويله شويه لكن ما حسيناش بها حيت كنا متحمسين، في نفس الوقت كنا خايفين ومخلوعين بزاف. كل واحد فينا سيفكر وكيتخيل المنطقه كيفاش غادي تكون. وصلنا لتما وكان باقي النهار، كان تما كيبان خاوي، كاينين شي برارك قدام تيبان منهم الرعب وشي عظام ديال الحيوانات على الارض، ولا ما عرفناش ديالاش بالضبط. الصراحه حسينا بالخلعه، وانا ما عمرني حسيت بحال هذا الاحساس ديال الرعب، حيت انا كنت غير كنقرا القصص المرعبه، وانا دابا سنعيشها واقعيه حدا هاد البرارك اللي ماتوا فيهم مجموعه ديال الناس. كان الجو فيه الضباب بحال الا غادي تطيح الشتا. تخلعت وهيثم مبقيتش تنسمع منه والو، حتى هو بحال اللي مصدوم. تحكمت في راسي بديت تنسمع شي اصوات غريبه، وتنحس بحال اللي تابعنا شي واحد. تنتلفت بالخلعه تنبغي نهرب لكن ما كنلقى حتى شي واحد. المهم كملنا الطريق انا وهيثم حتى وصلنا للبراكه ديال الراجل اللي بغينا. كانت تتخلع غير من الشوفه بحال العشه، لا باب مقاد لا شراجم، وتتنبعث منها واحد الرائحه خايبه وغريبه ما معروفاش ديالاش. وكان المكان كله غريب وتيخلع. قلت اعوذ بالله وانا ندق في الباب المره الاولى، كاين والو، وانا كنقول مع راسي يا ربي ما يكون حتى شي واحد هنا باش نرجعوا بحالنا لديورنا. وعاود دقيت المره الثانيه وانا نسمع الصوت ديال واحد الخطوات جايه جهه الباب. بقينا شويه والباب تفتح. بانت لينا واحد المرأة ماشي كبيرة بزاف في العمر، لكن وجهها كان شارف وفيه كثرة التجاعيد وتيخلع. بقات غير كتشوف فينا وانا نغز هيثم اللي كان حتى هو مخلوع كثر مني باش يهضر معاها ويقول شي حاجة، حيت هو اللي كيعرف عليهم كثر مني. هو يهضر معاها، السلام عليكم الحاجة، لاباس عليك؟ واش كاين السي الحاج ابو حمزة؟ بقات غير كتشوف فينا ما قالت حتى شي كلمة. هو يعاود هيثم قال ليها صافي الحاجة غير نمشيو، وهي ترجع شوية للور وحلات الباب مزيان وشيرت لينا بيديها باش ندخلو. دخلنا وباقيين مخلوعين. مهم الداخل كان المنظر أسوأ من اللي في الخارج. كانت البراكة كاملة مخززة ومعفونة ومظلمة، والحيوط ديالها موسخين والحشرات في الأرض. كان كيتسمع غير الصوت ديال القطرات ديال الماء اللي كطيح فوق الأرض. كان الخز في كل بلاصة. كانت البراكة بحال شي قبر. وفعلا الناس ما غلطوش فاش سماو هاد البلاصة ببرارك الموت. انا بديت تنقرا اي صورة طاحت على البال ديالي ديال القرآن. واحد شوية وانا نسمع صوت هيثم حدايا كيقول السلام عليكم يا اهل الدار. خلعني بداك الصوت ديالو حيت كان مخلوع حتى هو. يلا بغيت نقول ليه هضر بشوية وانا نسمع واحد الصوت من الداخل قال وعليكم السلام. وزاد خلعني هاد الصوت كسر ما كنت مخلوع، بكثرة ما كان غليظ وتيتعاود مع حيط البراكة اللي خاوية. درت مورايا باش نسول المرأة واش هذا هو الحاج ابو حمزة، ما لقيتهاش حدانا، ما عرفناش فين مشات. وحتى الباب منين دخل ما كاينش في بلاصتو، ولاو دايرين بينا غير الحيوط. نقصت من بلاصتي وانا نغوت
هيثم فين الباب منين دخلنا؟ فين هي المرة اللي حلات علينا ودخلاتنا؟ هيثم تبدل فيه اللون، ولا بحال الا حيدتي ليه لسانه. ما بقى كيطلع حتى كلمه، وفشل، ما بقاش قاد يوقف على رجليه. وهذاك اللي ما عرفناش شكون اللي كاين لداخل كان تيسمع فينا. هو يعاود يقول: تفضلوا دخلوا عندي وانا نفهمكم اش كاين، تفضلوا. انا وهيثم بقينا غير كنشوفوا في بعضياتنا، ما عرفناش اش نديرو. تبانوا لينا واحد الشراج، وعندنا نفس الفكره انا وياه، هي نهربوا منهم. واخا كانوا صغار ما يقدروش يدوزونا، ولكن مهم نحاولوا. واحد شويه تشجعت، وانا نقول والله تنكمل، اللي بغى يوقع يوقع. وفعلا دخلنا لعنده. انا كنت متوقع اني غنلقى شي حاجه من غير الانس، ولكن